السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير جدا برضو بتسأل عن اللسان المربوط. من ضمن الحاجات اللي بتشوفها في البيبي حديث الولادة ان اللسان الطرف ده يبقى لازق لتحت، فالطفل ما بيحركش لسانه قوي. الطرف او اللسان المربوط او اللسان اللازق لتحت لو لازق كليا ده المفروض بيتعمل. هو السؤال، هل اللسان المربوط بيأثر على الرضاعة او بيأثر على الكلام؟ الإجابة لا، مفيش حاجة. طب احنا بنعمله ليه؟ بنعمله علشان فيما بعد مع حركات اللسان بتاعة الطفل ممكن يأثر معاه في بعض الحروف. تمام يا جماعة؟ يعني قصة ان اللسان المربوط هيمنع الطفل من الرضاعة او يخلي الطفل ما يتكلمش، دي معلومة غلط. لكن هو المفروض طبعا بيتعمل، طبعا دي باستشارة طبيب الأطفال. هل اللسان المربوط مربوط ربط كلي فمحتاج فعلا يتعمل؟ ولا في بعض اللسانة بتبقى مربوطة ربط خفيف جدا فبتلاقي البيبي ممكن طرف اللسان يعدي الشفايف. طالما عدى الشفه مفيش مشكله خالص. طب مين بيقرر الكلام ده؟ دكتور الاطفال وطبعا دكتور الجراحه. بيتعمل لو مطلوب. وربنا يحفظ اولادنا من كل شر.